انا مش في دماغي الا ازاي اخش المدرسه بعد الفيديو ده. والمدرسين كانوا بيحبوني ويدخلوني المدرسه، واول ما باجي المدرسه بتتفتح بصراحه، لان انا كنت شغاله هناك وكله هناك حبايبي وكلهم هناك عارفيني. انا ما كنتش اتوقع ان ده كله هيحصل بامانه والله العظيم. لما الفيديو نزل ومواقع التواصل الاجتماعي كله اتكلمت عنه وكله خطف ضحكه الطفل. هو ضحكه، هو اصلا هي ضحكه عصام اللي خلت الفيديو انتشر بالطريقه الراحله. هذا شماي. الشنطه رجعت بعد كده. مدير المدرسه رجعها وكمان جاي صور معاه وعمل مجهود جامد. مدير نفسه في الطين راح دور في المدرسه الثانيه لما قالوا له في المدرسه الثانيه وقعت والعيال رموها من السور من الناحيه الثانيه. ما كانش حد مصدق ان المدير يجي لحد بيتنا هنا ويجيب الشنطه. فعلا مش الشنطه بتاعته بس يشكر جاب شنطه وكانش فيها اصلا مقلمه، جاب له مقلمه. يعني الشنطه ما كانتش بتاعته؟ لا اصلا اساسا، ما هو تعب المدير مش لاقيها، طب هيعمل ايه والموضوع صعب، فاهم انت حضرتك؟ طب لقيتوا الشنطه دي ازاي؟ لا اقول لك الشنطه دي المدير جابها. لقاها يعني؟ بعد ما جاب له الشنطه الجديده؟ ما هي دي، لا ما احنا ما لقيناش خلاص، ما احنا ما لقيناش خلاص، ده ضاع. لا يعني دي مش بتاعته؟ لا مش بتاعته، بس يشكر برضه المدير ان هو صرف وجاب له عشان يكمل نص الدراسه الشهور اللي قعد، بس مش اكتر والله. ازيك يا عصام؟ ازيك يا عصام؟ اتكلم يا عصام. ازيك يا عصام؟ الشنطه راحت منك ازاي يا عصام؟ ولا لهم معلم من البتاع دول من المدرسه الثانيه. بعد كده انا بعد ما جت استنى اقول لكم كل حاجه. ضاعت ازاي؟ ضاعت ازاي؟ الشنطه منك في المدرسه. وانا بص انا كنت بلعب، العيال جايين يضربوني، حطيت الشنطه عند حطيت الشنطه عند البتاع دوت، وبعد كده ضربت العيال جيت اشوف الشنطه ما لقيتهاش. وبعد كده رحت بعد كده رحت لفيت الف على الشنطه في المدرسه كلها ما لقيتهاش. كل ما اطلع فصل ينزلوني، كل ما اطلع فصل ينزلوني. وبعد كده واحنا مروحين لقيت اختي، قالت لي تعالى، قالت لي فين الشنطه؟ قلت لها شنطه ما العيال خدوها مالي المدرسه الثانيه. دخلنا احنا وين قاعدين ندور ما لقيناش، راحت رنت على امي، وبعد كده امي بعد كده رحت رنت ناس صغير، جينا رحنا نط من عصا، امي قالت له ما تنطش، راح نط. وبعد كده قعد يعيط وبعد كده انا كنت، هو كان قاعد يعيط. وبعد كده امي الواد صاحب محمد اخويا طلعوا من على المرجيحه. وبعد كده امي عطته 10، وبعد كده امي عطته 10 جنيه وراح المدرسه. وبعد كده ابويا جه المدرسه، نط من عصير ما لقيش الشنطه. كل دي الحكايه. دي كانت امتى الكلام ده؟ يوم 24/3. يوم 24/3. احكي لي يا عصام، لما المدير جاب لك المدرسه حسيت بيها وقلت ايه؟ فرح بالاهتمام، يعني احنا ما فرحناش بالشنطه قد ما فرحنا ان هو اهتم وجه وفي عز الطين. يعني مين في عز الطين بيمشي كده عشان خاطر يروح يدور على شنطه التلميذ؟ يشكر والف شكر. ابوه شغال ايه؟ بابا شغال ما فيش شغل يعني.